أول ما خلصت الجامعة وأنا حماس الشباب واخدني، أبويا قعدني قدامه وقال لي تعالى ما أقولك كلمتين. أنت خلصت مشوار كبير ومهم في حياتك، وهتبدأ مشوار أهم وأطول. هقولك على كام حاجة لو عملتها هترتاح عمرك كله. أول حاجة تخلي بالك منها يا ابني إنك بقيت صاحب قرار ومسؤول عن كل حاجة أنت بتعملها، ولازم تكون قد قراراتك وراجل. وتاني حاجة وأهم حاجة، لازم تكون راضي عن نفسك وعن كل قرار أنت بتاخده. قررت تكون موظف وبتروح الساعة 4 وتخرج وتنبسط بالليل، يبقى مالكش دعوة بصاحبك اللي فتح شركته وشغال ليل ونهار، ولا زميلك اللي بيقبض أضعافك وسافر الخليج. طب قررت تتعب وتعافر وتشتغل 20 ساعة في اليوم، ما تشغلش بالك خالص بصاحبك اللي كل يوم بيخرج خروجة شكل. قررت تتجوز وتدور على الاستقرار، لازم تكون عارف ان ده هيأثر عليك وعلى أولوياتك. فمالكش دعوة بصاحبك المغامر اللي ما عندوش أي حاجة يخاف عليها. هو قرر ان هو ياخد الريسك في شغلانة وقرر ان هو يعيش بالشكل ده. قررت انك تتعلم وتتمرمط عشان تفهم سوق العمل، مالكش دعوة بصاحبك اللي بيعمل ماجستير في ألمانيا. ولو بقى قررت تعمل كل حاجة في نفس الوقت، اعرف انك لازم تقبل الضغط والتعب، لان ده اختيارك. خليك دايما راضي عن نفسك وعن قراراتك، عشان احساس الرضا والراحة ما ينفعش يتقدر بفلوس يا ابني.